اهو يا جماعه، انا ازاي ما كنتش بعمله بالطريقه دي؟ يعني ده اسهل بسكوت انا عملته في حياتي. يلا نشوف عملته ازاي. جبت نص كوبايه من العسل الاسود على السكر، يعني ربع كوبايه عسل اسود وربع كوبايه سكر. ممكن تستعملوا كل الكميه من العسل الاسود، يعني نص كوبايه من العسل الاسود، ولكن هيبقى لون البسكوت غامق شويه، وكمان طعم العسل هيبقى واضح قوي. وبعدين حطيت عليهم بضايه بدرجه حراره الغرفه وفانيليا، وبدات ان انا اخلطهم كويس قوي لحد ما داب العسل والسكر مع البيض. وبعدين جبت نص كوبايه من الزبده الدايبه، وممكن برضو تحط نص الكميه زيت ونص التاني زبده. تمام، بدات بقى اخلط كده كويس قوي، وبعدين هبتدي انزل عليهم المكونات الجافه. المكونات الجافه معايا هي ايه؟ كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر. خلاص، حطيت اول كوبايه وهبتدي اخلط. هشيل بقى الويسك دلوقتي عشان خلاص ما بقاش ينفع استعمله يعني. بصوا، هو البسكوت ده سهل قوي قوي، يعني انا عملته بجد ما خدش وقت خالص. طبعا سليم بقى واقف لي وبيستكشف انا بعمل ايه. خلاص، حطيت اهو اول كوبايه وهنزل بتاني كوبايه. بصوا يا جماعه، احنا بنزود السكر لحد ما هنزود الدقيق لحد ما نحس ان العجينه اتلمت، ومش بعجن خالص. انا بلم كده واحده واحده. حطيت وانا بكلمكم شويه من القرفه وشويه من ورشه من الملح. حطيت القرفه ليه؟ القرفه مع العسل بيدوا طعم حلو قوي، ممكن تستغني عنها خالص وما تحطيهاش. تمام. ممكن في المرحله دي تحطي شوكليت شيبس، او ممكن تحطي كمان اي نوع مكسرات انت عايزاه، ولكن انا عملته كده يعني بسيط خالص. خلاص، العجينه اتلمت، انا مش بعجن، انا بس يا دوب بلم العجينه. بصوا اللون العسل عامل ازاي، بيخلي لون العجينه كده لونها ذهبي. جبت بقى قالب مدهون بالزيت، وهبدا بقى ان انا اكور كده كور صغيره على قد البسكوتات اللي هي ايه، الصغيره دي. تمام. وهحط بقى على الوش اللي انا عايزاه، يعني انا هنا حطيت لوز مبشور، او شرايح لوز يعني، او ممكن تحطوا جوز هند، ممكن تحطوا شوكليت شيبس زي ما قلت لكم. وبعدين وانا شغاله كده افتكرت ان انا ممكن احط كمان سمسم. وهنا كنت بعمل عليه كده اشكال الساده، يعني كنت بعمل عليه اشكال بالمعلقه. المهم ان هو بسكوت سهل ما فيهوش اي تعقيدات خالص، رغم ان انا عندي طبعات كتير للبسكوت، ولكن انا حبيت ان انا اعمله معاكم سهل خالص ما فيهوش اي تعقيد. بصوا، طبعا وانا شغاله كده كنت مشغله الفرن على اعلى درجه حراره، وهبتدي بقى ان انا احطه على الرف الوسطاني لحد ما ياخد لون من تحت. مش عايزاه يحمر من فوق ولا حاجه، هو اصلا لونه لوحده يعني حلو، يعني مش محتاج ان هو اسيبه لحد ما الوش يحمر. لا، انا عايزه بس من تحت ان هو ياخد لون ذهبي واطلعه على طول. اهو يا جماعه، بصوا بقى. انا ازاي ما كنتش بعمله بالطريقه دي؟ يعني ده اسهل بسكوت انا عملته في حياتي، اسهل واحلى بسكوت انا عملته في حياتي. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا اذا كان اللي بالسمسم ولا الساده ولا بشرايح اللوز، كلهم احلى من بعض. يعني انا مش قادره اتخيل ازاي. ثواني يا استاذ ياسمين اخلص الفيديو. ثواني، ثواني، كل براحتك. بصوا، احلى وصفه لبسكوت ممكن تعملوها. ما خدتش مني 5 دقايق في العمايل، و5 دقايق في التشكيل، وتلت ساعه في الفرن، كان الموضوع خلص. انا عاوز بص، على ما تبعتي ابنك السوبر ماركت، لا لا لا، ما تبعتيهوش، رجعيه كده تعالي اعملي الوصفه دي. يلا بينا. بيدوب، حرفيا بيدوب. نفسي اعمل حاجه وحشه